عمرك فكرت في الناس اللي ما تقدرش تكافئهم في حياتك؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال إن في 4 ما أقدرش على مكافئتهم. أولهم رجل بدأني بالسلام، وده بينطبق على الناس اللي دايما هي اللي بتبدأ تسلم علينا وتضحك أول ما تشوفنا، ويمكن كمان تاخدنا بالحضن. وتاني واحد رجل أوسع له في المجالس، عارف انت اللي بيقولك تعال اقعد جنبي، أو اللي بيقول وسع له كده يقعد معانا. ده غير بقى اللي بيقوملك ويقولك اقعد مكاني ويقوم شادد كرسي تاني. أما التالت بقى فهو الرجل اللي أجبرت قدماه في المشي في حاجتي، وده الشخص اللي في حياتك تلاقيه دايما بيهونها عليك بجملة زي ما تشيلش هم أنا هتصرف، أو هسأل حد وارد عليك. وبعدين بيكمل ابن عباس وبيوصف النوع الرابع وبيقول إن هو أكتر نوع بيحبه، وقال عنه فما يكافئه عني إلا الله عز وجل. فيا ترى مين هو النوع ده؟ قال رضي الله عنه: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من يقصده، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. يعني الشخص اللي تعرض لأزمة أو مشكلة وقعد يفكر في حد يساعده، فلجأ ليا لأنه شافني أنسب حد يقضيها له. فلو كنت أول مرة تسمع عن ال4 اللي ما تقدرش على مكافئتهم، اعمل شير الفيديو عشان تعرف غيرك بيهم، ولو في حياتك حد منهم ما تنساش تبعتها له.